كشفت تقارير إعلامية عن حادثة مأساوية ارتكبتها فتاة تجردت من الرحمة والشفقة وأقدمت على قتل والدتها بمساعدة صديقها ب20 طعنة بلا رأفة أو شفقة. واكدت التقارير أن الفتاة بعد أن نفذت جريمتها قامت بإرسال رسائل عبر الواتساب إلى زملاء عمل والدتها فلافيا دوس سانتوس كارنيرو تخبرهم أنها ليست على ما يرام لمنع الشكوك، ووضعت جسدها في الثلاجة بعد لفه ببطانية. وفي السياق ذاته أعلنت الشرطة أنه تم العثور على الجثة بواسطة سائق شاحنة الذي أبلغ الشرطة بعد أن استأجره والد القاتل لأخذ الثلاجة وإلقائها في الغابة بحجة أنه كان يتخلص من الأجهزة القديمة. وأضافت الشرطة في بيانها إن ابنة فلافيا اعترفت بضرب والدتها على رأسها وإمساكها بينما طعنها صديقها والمساعدة في تنظيف مسرح الجريمة. لقد تم طعنها أكثر من 20 مرة. وكشفت الشرطة إن صديقها اعترف أيضا بقوله إن ابنة الضحية أمسكت بذراعيها وناولته السكين قبل أن يطعنها في الرأس والرقبة والصدر. كما تم القبض على والد الصديق البالغ من العمر 47 عاما لمساعدتهما في إخفاء الجثة. كشفت تقارير